خاصك تدوز المستوى الاول باش تكون مستعد باش تنطلق، يعني تقلع بالسيارة. انا لاحظ معايا كنقلع بالمستوى الاول، غادي نغير الاتجاه اليمين. لاحظ معايا كاين راجلين في الطريق عندهم حق الاسبقية. انا مررت المستوى الثاني. ملي كنبغي نمرر المستوى الثاني كنتسنى السرعة حتى توصل ل20 كيلومتر في الساعة، ولا نعتمد على سرعة دوران المحرك. خلوا لي في التعليقات اش من طريقة اللي مزيانة، واش نعتمد على سرعة دوران المحرك ولا سرعة السيارة. انا كلاحظ معايا خليت المستوى الثاني. عندك شي مشكل في الصياغة خلينا في تعليق باش نديرو لك عليه فيديو، وما تنساش دير متابعة باش يبقى يطلع لك دائما الجديد. انا كندور مع هذا المدار، خاصني يعني نحافظ على التوازن ديالي. بزاف ديال يعني المتدربين ما كيقدروش يشدوا التوازن ديالهم في الطريق، والطريقه سهله. خاصك تحافظ على النظر ديالك ابعد نقطه ممكنه. يعني لاحظ معايا انا غادي نغير الاتجاه اليمين وغنوريك النقطه اللي خصك ترد ليها البال باش ما تبقاش تهرب لك السياره اليمين ولا اليسار. هذه النقطه بالتحديد اللي خصك ترد ليها البال باش ما تبقاش تهرب لك السياره اليمين ولا اليسار. يعني الا شتي جيت اليمين غتهرب لك السياره جهه اليمين، شتي جيت الخط اللي في الوسط غتهرب لك السياره جهه الخط. انا لاحظت مزيان كنكراتي درت المستوى الثاني. الا ما توقفوش العجلات ما غنضطرش ندير المستوى الاول. انا لاحظت معايا ما توقفوش العجلات ما درتش المستوى الاول. السياقه سهله كتبغي شويه تركيز، وكنتمنى دائما منكم الدعم باش نستمر في هذا المحتوى. كنت ما بقيتش درت فيديوهات شحال هذه، ولكن دابا ان شاء الله هذا رمضان غادي ندير لكم فيديو ورا فيديو كل نهار. هنا كاين واحد المنحدر شديد الانحدار. انا داير المستوى الثالث. في هذه اللحظه شنو كندير؟ كنبدا نخفف بالفران، ما كنخليش السرعه تزاد بزاف، وكنبدا نخفف بالفران. ما كنبقاش ضاغط على دواسه الفرامل باستمرار، كنبوم بالفران. هذه هي الطريقه. ملي تكون هابط في شي منحدر بحال هكا بوم بالفران، يعني حتى داك اللي تابعك في الخلف كيبقى ستوب كيشعل وكيطفى، يعني كيقول هذا راه كيقوم بالفرمله وكيخلي واحد المسافه، يعني ما كيقربش منك. انا لاحظت معايا مزيان كنخفف بالسرعه كنبوم بالفران. انا درت المستوى الثاني. لاحظت الا توقفوا العجلات غندير المستوى الاول، حيت كي نقف ديجا خصني نوقف العجلات. خص باقي الراجلين. انا درت المستوى الثاني. اللهم يسر، وكنتمنى الدعم